الامباثي فيها نوعين. النوع الاولاني هو ده النوع اللي ممكن ناس تقول عليه توحد، اصل انا مش قادره افكر في حاجه تانية، يعني السؤال جه كده فانا مش قادره افكر ايه اللي هيبقى فيه توحد في السايكوباتيه غير لو احنا بنتكلم عن النوع الاولاني. النوع الاولاني هو اللي سايكوباتيه النوع الاول ده بيبقى مش نيوروتيك، مش عصبي، شخص هادي ويبان عليه البرود. طبعا عنده صفات ان هو ما بيحسش بمشاعر الاخرين، ما بيحسش بندم، عنده ما عندوش اعتبار للمشاعر. مثال على كده مثلا لو ست مثلا، خلينا نقول راجل سايكوباتي مثلا متجوز واحده، ما عندوش احساس بمعنى يعني ايه. يعني ممكن مراته مثلا تبقى لسه عامله عمليه جراحيه، جت البيت بعد العمليه وعلى طول طلب ان هو ينام معاها. هو ده ما عندوش اعتبار، ما عندوش امباتي، ما عندوش تعاطف خالص. هو ممكن طبعا في الاول لو هو عايز يصطاد حد، غالبا بيصطاد واحده، هيصطاد واحده عشان ينام معاها، لان هو المنفعه بتاعته زي ما قلت ماديه. يعني النرجسي مش كده، النرجسي المنفعه بتاعته ممكن تبقى حاجه، ممكن يكذب لمجرد ان هو يشوفك انت مبهور وهو بيكذب بس، او يكذب وخلاص من غير سبب واضح. السايكوباتي مش كده، السايكوباتي بيكذب طبعا، يعني هو اصلا ده التشخيص بتاعه باثولوجيكال لاير، يعني مريض بالكذب، بيكذب دايما. بس لو بنتكلم عن النوع الاولاني فالكذب بتاعه كالكوليتنج جدا، محسوب، الكذبه محسوبه، الكذبه لو اتقالت تاني هتتقال بنفس الطريقه وليها منطق. وده السايكوباتي اللي هو موجود حوالينا في المجتمع، بيبقى دايما صاحب بيزنس كبير، حد في السياسة. انا مش بعمم، انا بقول هو ده الواقع. يعني السايكوباتية من النوع دي اللي بنسميها السايكوباتية الناجحة. هي ناجحة ليه؟ ناجحة لانه ما اتمسكش، يعني ناجحة لانه ممكن يكون بيعمل حاجات غلط لكن ما بيتمسكش، كالكليتنج، وعنده دهاء وبيحسبها، مش متهور ولا مندفع. وفي السايكوباتية التانية اللي هي بيتمسك ده دايما، وده بقى النوع التاني، ده النوع التاني. وده اللي انا هربطه بالاي دي اتش دي. الاولاني ده انا بحاول اقسمها حسب السؤال. ايه التوحد؟ في حته ما بيقدرش الشخص المتوحد الراجل بالاخص ان هو يفهم مشاعر الناس لو هي مش باينه. فطبعا ممكن ده يخليه الاستجابه بتاعته مش متوقعه، مش متوقعه. يعني ان ما كنتش انت تقول له انت عايز ايه ممكن ما يفهمكش، صح؟ كده يعني ممكن ست مثلا تحكي لجوزها متوحد قد ايه حد من قرايبها مثلا عيان وهي زعلانه وكده، فتلاقي رد فعله ان هو عمل لها وخلاص بس. وبعد شويه مثلا لا عايزين نتغدى، فعلا ده رد فعل، استجابه تبدو بالنسبه لها هي ان دي ما فيهاش تعاطف، تبدو لاي حد انها ما فيهاش تعاطف يعني العالم التقليدي يعني، لكن ده رد فعل توحدي عادي. يعني ان ما كناش احنا هنمثل، احنا بنمثل عشان احنا ادركنا كمتوحدين ان الرد ده عيب. تمام، ده الفرق. يعني هو ده بقى، ده المتوحد. هي هتقول له حبيبي انا يعني لما يجي مثلا هتفهمه، هنقول انها ست عاقله جدا يعني، هتفهمه وهتقول له انا حبيبي لما اتكلم عن حاجه مضايقاني احب ان انا اشوف استجابه. مثلا اللي هيحصل هو متوحد هيعمل استجابه، يعني هيمثل استجابه، او هيقول لها طب ايه انت حاسه بايه، هيعمل اي حاجه، هياخد رد فعل شكله ملائم، رد فعل تعاطفي. انما السايكوباث مش كده. السايكوباث هو فاهم طبعا ان هو المفروض يعمل رد فعل، بس هو اصلا مش حاسس بحاجه فعلا. وكمان لو الست قالت له حبيبي انا اتمنى ان انت ترد عليا، هيقلب الترابيزه عليها. وده يعني ده واحد طبعا من اعراض المرض نفسه اللي احنا بنسميها جاس لايتنج. هيقلب الترابيزه عليها جامد كمان، يعني هيقول لها اي حاجه، المهم هيطلعها غلطانه، لا ده انا من يعني انت حساسه قوي، ده يعني لو هو طيب قوي هيقول لها كده، او هيقول لها وانت يعني ما بتناميش معايا عشان انا اهتم بيكي. هيجيب حاجه، هيجيب سيره حاجه ماديه، لان هو بيشوف الحياه كده، دي المتعه بتاعته ماديه. نرجسي طبعا مش شرط طبعا. خلينا نقول
برضو ان اي حد سايكوباثي هيبقى عنده مظاهر نرجسيه، وممكن يبقى نرجسي. هو نرجسي ده اكيد، اي واحد سايكوباثي هيبقى نرجسي من ناحيه ان هو انا وما بعد طوفان. مش شرط يبقى بنفس اعراض نرجسيه بالملي، بس نرجسي يعني انا وطز في الناس. انما مش كل نرجسي سايكوباتي، يعني مش كل نرجسي سايكوباتي. النرجسي مختلف عن السايكوباتي، ومش شرط يبقى النرجسي سايكوباتي، مش شرط. السايكوباتي اللي ممكن يخلي الناس شويه تبص كده، لو هي ما تعرفش متوحد وتقول الراجل ده ما بيحسش، ده بارد، ده سايكوباتي. لان النرجسي بيمثل كتير يعني بيمثل كتير، ممكن يبتسم ويعمل نفسه مخضوض وما اعرفش ايه، كل ده عشان ده هينفعه. السايكوباتي ممكن يعمل كده برضو، لكن في اوقات كتير بيبقى بارد المشاعر. وانا بتكلم عن النوع الاولاني اللي هو النوع 1. النوع الاولاني ده مشاعره مش عامله له ازمه، بالعكس ده هو الشكوى بتبقى الراجل ده ما عندوش مشاعر. طبعا في اعراض تانية كتير. هقول بقى امثله من فيديو بصراحه عن راجل ذكر يعني عنده اعراض